عمرك صحيت من النوم وسألت نفسك سؤال غريب كده؟ مش هفطر ايه ولا هشتغل ايه، لا، السمك بيشرب ايه؟ سؤال بسيط بس ممكن يهد اي قعدة ويخلي الناس تبصلك كأنك خارج من البحر حالا. تعالى كده نفكر بالمنطق. السمك عايش في المية، يعني لو عطش هيشرب ايه؟ مية؟ طب ما هو غرقان فيها اصلا. ولا هيطلع يشرب عصير قصب؟ ولا يستنى الويتر يقول له تحب تشرب ايه يا فندم، مية بحر ساقعة ولا غازية؟ تخيل سمكة بتقول للتانية انا عطشانة قوي. طب اشربي. لا يا عم، دي نفس المية اللي انا فيها، زهقت منها، عايزة تغيير جو. ولا سمكة دايت بتقول لا لا بلاش مية بحر صوديوم عالي، هاتلي مية معدنية لو سمحت. طيب بقى نهدى شوية ونفهم. السمك مش بيشرب المية زينا، هو بيمتص المية من جسمه عن طريق الخياشيم. يعني جسمه ذكي، بيظبط نفسه بنفسه من غير ما يفكر، من غير ما يسأل، من غير ما يقعد على جوجل ساعتين زينا. احنا بقى نعطش شوية نعمل أزمة، أو ننسى نشرب مية نصدع نتعب، وبعدين نقول هو أنا ليه كده؟ والسمكة ولا في دماغها، عايشة حياتها بتعوم مبسوطة، ولا فارق معاها أي سؤال وجودي. فالسؤال مش السمك بيشرب ايه، السؤال الأهم السمك ليه مرتاح؟ لأنه متصالح مع الوسط اللي عايش فيه، فاهم طاقته، سابح مع التيار، بس مش مستسلم. لو حس إن في موجة غلط يلف ويعدي. وانت كمان أول ما تفهم إن طاقتك مش حظ ومش ناس ومش ظروف، دي اختيار، هتكتشف إنك قاعد بتتفرج على فيلم والريموت كنترول في إيدك. تقدر تغير القناة، تعلي الصوت، تعمل مشهد أكشن أو حتى كوميدي، وتختار الفيلم اللي يناسب مزاجك مش اللي الظروف حطتهولك. فالخلاصة، خلي طاقتك عالية، دماغك رايقة، واضحك شوية، وافتكر دايما حتى السمك عارف يعيش مبسوط وهو جوه المية، فما بالك انت؟ ركز وافهم اللعبة ماشية ازاي. وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اعمل اشتراك وتابع الفيديوهات اللي جاية. سلام.